مساء الخير عليكم. هنبدأ النهاردة موضوع جديد وحلقة جديدة فليتس جيت انتو. موضوعنا النهاردة هو موضوع لذيذ جدا وشيق للغاية. فما هو عزيزي المشاهد؟ الموضوع هو الايرون لو اوف ويجز. الايرون لو اوف ويجز هو مبدأ اقتصادي اتطبق في القرون الوسطى بشكل واسع جدا، وكان ساعتها في اقصى واعلى طرق استخدامه. الايرون لو اوف ويجز هو مبدأ لما تقرا فيه كده وتفهم فيه تحس قد ايه هو مبدأ جميل وذكي، ولكن قد ايه في نفس الوقت هو خطير. هو جميل جدا بسبب ان هو بيساعد دولتك اقتصاديا وماديا واجتماعيا، مع ان فيها جدل شوية، وفي نفس الوقت هو بينشط اقتصادك العام وينشط التجارة الدولية ما بينك وما بين الدول الاخرى. ولكن على الصعيد الاخر هو خطير جدا بسبب بسيط جدا جدا جدا. هو غير ادمي بالمرة. تمام؟ مبدأ الايرون لو اوف ويجز هو مبدأ معمول من الحكام لفايدة الحكام بدون النظر خالص على المدنيين، بل بالعكس ده ممكن حتى اصلا هو كان النظر فيه على المدنيين على ان هم عبء من الدولة، وبنحاول ان احنا نخليهم ما يبقوش عبء بل يبقوا عبيد. نطلع الايباد ونبدأ نشرح. يلا بينا. الايرون لو اوف ويجز هي كانت مبدأ لتسعير الأجرة اللي بياخدوها الناس. يعني ايه؟ يعني دلوقتي الحكومة المفروض هي اللي بتحط لك فرائض على المبلغ اللي انت هتقبضه يبقى كام. فدلوقتي ممكن الحكومة تيجي تقول لك المرتب الحد الأدنى ليه هو 5000 جنيه وحد الأقصى ليه هو 15000 جنيه، فمحدش هيقبض أقل من 5 ومحدش هيقبض أكتر من 15. فدي بتكون هي الويجز اللي بتحددها الحكومات. وطبعا في القرون الوسطى زمان ما كانش عندهم اصلا قطاع خاص بشكل كبير، او ما كانش موجود اصلا يعني. فكان ساعتها الشغل كله حاجات حكومية لمساهمة اكتر وانك تشارك في بناء الدولة والاقتصاد العام بتاع الدولة، لان كان كله ماشي بمبدأ اشتراكي قبل الرأسمالية والعلمانية وكل الحاجات اللي اخرها ايه دي. فكان ساعتها في مبدأ جميل جدا، وهو ان ليه الفرد بيقبض كتير؟ ليه ياخد مبلغ اكتر من اللي هو محتاجه؟ ما نديله اللي هو محتاجه بس عشان خاطر يتحفز ان هو يشتغل اكتر، وفي نفس الوقت احنا ما نخسرش اكتر. طيب ده هيحصل ازاي؟ احنا لما نقبضه اقل احنا مش هنضطر ندفع كتير، فهو مش هيبقى عبء علينا ان احنا محتاجين ناكله ونشربه وندفعه ونعمله، فمش هندفع له كتير. وفي نفس الوقت هو هيكون مفيد لينا احنا كدولة، لان هو شخصيا هيكون عايز يشتغل اكتر، لان بالنسبة له المبلغ ده هيكون مبلغ قليل جدا، فهو عاوز اصلا المبلغ ده تحت اي ظرف، فهيشتغل بقصارى جهده كل يوم بشكل مستمر لمدة شهور وسنين وممكن عمره كله اصلا. دلوقتي لو افترضنا ان حضرتك بتقبض 10,000 جنيه، ال10,000 جنيه دول هيكونوا مكفيينك، بس مش اكتفاء كامل كده، هيكونوا مكفيينك انك تجيب اكل، تمام، وبالتالي شرب برضو، ممكن يكفوك ان انت تجيب معاهم سكن، اعذروني خطي وحش، وفي نفس الوقت هم ممكن يكفوك برضو ان انت تجيب شوية رفاهيات على جنب. تمام؟ وهنا بقى كان تدخل الحكومة. ليه واحد يقبض المبلغ ده كله؟ طب انا دلوقتي مش المفروض انا دولة اشتراكية ومفروض ان انا اصلا موفر له سكن وموفر له مواصلات وموفر له كمية حاجات هو كل اللي محتاجه يشتريه، اكل وشرب. فساعتها اتجهوا الى نظام القبض باليوم. انت دلوقتي لما تيجي تقبض باليوم ومرتبك في اليوم يبقى عبارة عن وجبة بس، وجبة بس، هل هتحس ان انت ناقصك حاجة؟ طبعا هيكون ناقصك رفاهيات بعيدا عن ده، بس مش هيكون ناقصك حاجة من احتياجاتك الأولية. ان انت هل انت محتاج، هل انت عندك امان؟ عندك امان. هل انت عندك سكن؟ عندك سكن. هل انت قادر تشرب وتاكل؟ موجود، لان هي موجودة من ضمن الوجبة. طيب هل انت متجوز؟
مخلف، ده بقى هيفرق في حتة العمالة، لان ساعتها هم اخدوا خطوة كانت ذكية جدا وقتها، ولكن لسه بنقول ان هي حلاوتها في شرانيتها. تمام؟ فهم كان هدفهم ان انت دلوقتي لما تتجوز مثلا وتخلف، خلينا نفترض ان انت شخص واحد وقررت تتجوز واحدة وبعدين خلفتوا اطفال صغيرين، الحكومة هتشغلك انت بس، او ممكن تشغلك انت ومراتك، كل واحد هياخد وجبة، كل واحد فيكم هيبقى ليه وجبة، وبعدين كل واحد فيكم ممكن يجيله وجبة صغيرة زيادة مراعاة للتضامن الاجتماعي ان انت ليك اولاد، ولكن هما مش هيفضلوا يعملوا كده على طول. بعد فترة معينة هيبدأوا يقولوا لك ان انت ما ينفعش تجيب عدد اولاد اكتر من كده، ده حفاظا بس على سلامتهم، لان انت لو جبت اكتر من كده احنا مش هنوفر لهم وجبات. الوجبات هتبقى ليك انت ومراتك و3 اطفال فقط، فلو انت مخلف اكتر من 3 مش هيبقى ليهم وجبات. طيب الوجبة اللي بتبقى للاطفال هي بتبقى اقل واضعف من الوجبة اللي بياخدها الاب اللي هو العامل او الام برضو العاملة. تمام؟ ليه بقى؟ يقول لك ما هو ده طفل مش محتاج. طيب مش ده هيكبر؟ ما هو لما يكبر ويتم 16 سنة هيحتاج تغذية مختلفة. طبعا الكلام ده ممكن يكون طبيا اصلا غلط، ولكن هم ساعتها كان الموضوع سبهلله شويه، فكانوا بيضحكوا على الناس بالكلام ده، ان الطفل طالما اقل من 16 هو مش محتاج التغذيه الكامله، يعني يديله نص وجبه وهي كفايه عليه. فساعتها كانوا بيقولوا ان هو لما يتم 16 سنه يجي ويشتغل تبع الحكومه وياخد وجبته، مفيش اي مشكله. وكانوا ساعتها بيحفزوا ان الطفل يشتغل من سن اقل من كده، لان هو بالنسبه لهم انت تاخد لي وجبه احسن من نص وجبه وتديني بيها شغل، بدل ما انت بتاخد نص وجبه وانت ما بتدينيش شغل. فهو كان مبدأ قذر شويه، ولكن كان ليه اهداف وابعاد سياسيه. الاهداف من الموضوع ده كان ان هو يفضل مخلي الناس ساكتين. هيبقوا ساكتين ازاي؟ هم هيبقوا ساكتين عقليا، دماغهم مش هتفكر. انت دلوقتي لما تيجي تاخد شغلانه زي دي في الاغلب هتاخدها مع شغلانه تانية او ممكن حتى شغلانه تالتة، فلما تكون شغال بشغلانتين 3 هتلاقي ان انت كل همك هو انا هرجع انام النهارده ولا لا، هل انا هصحى تاني بكره ولا لا، هل انا هعرف اجيب الوجبات اللي بقبضها باليوم النهارده ليا ولمراتي ولعيالي ولا لا. فلما بيكون فكرك كله منحصر على ده انت بتنزل درجة في الهرم الآدمي. يعني ايه تنزل درجة في الهرم الآدمي؟ معنى الجملة دي هو ان انت بتنزل من كونك انسان متحضر وتبدأ تفكر في ابعاد نفسية والوعي وكل الكلام الجميل ده، وان انت بتنزل درجة ان انت ترجع انسان بدائي زيك زي بقية مملكة الحيوان. انت كل همك ان انت تجيب اكلك النهاردة وتقضي على فريستك وتأكل نفسك وتأكل مراتك وتأكل عيالك وتناموا في شلتر او يعني مكان يكون واقي ليكو وآمن ليكو، وتصحى تاني يوم تعيد نفس القارة بدون اي هدف وبدون اي مكان او مكانة توصل لها قدام. انت مش همك الكلام ده كله. فده كان الهدف منه ايه؟ كان الهدف منه هو الحتة دي بالظبط، ان انت تنزل الدرجة دي، ان انت طول ما انت لا بتفكر في الفلوس ولا بتفكر في السياسة ولا بتفكر في اقتصاد الدولة ولا بتفكر في الضرائب ولا بتفكر في الحاجات دي كلها، انت مش هيكون ليك حق اعتراض او تصويت داخل النفوذ السياسية اللي موجودة في الدولة. يعني ما ينفعش مثلا تطلع تقول انا معترض على القرار اللي اخده وزير المالية ده واللي طلع قاله لما كان بيتكلم في المنشور بتاعه. حد هيجي بمنتهى البساطة ويجي يقول لك انت بتفهم في المالية؟ انت اصلا بتمسك فلوس؟ انت بتاخد مرتبك وجبات؟ انت اصلا ما بتمسكش فلوس؟ انت مش عارف شكل الفلوس عامله ازاي؟ انت مش فاهم يعني ايه كلمة وزارة للمالية؟ انت مش فاهم يعني ايه وزارات؟ انت مش فاهم يعني ايه ان حاجة معينة تتغير في دستور الدولة او حاجة تتغير في الموازنة العامة للدولة لسنة محددة ممكن يغير ايه اصلا في الدولة؟ انت مش فاهم ده.
فاعتراضاتك دايما هتكون للاشياء اللي بتمسك انت شخصيا، وساعتها هيكون الرد عليك بمنتهى البساطة هو انك انت مش فاهم عشان انت بس بتفكر في نفسك. لكن لو حطيت الصورة على بشكل واسع كده شوية كده وفتحت دماغك، هتلاقي ان الموضوع ده اصلا فايد الدولة كلها بشكل عام، ممكن يجي عليك دلوقتي بس هيفيدك بعدين. فده كان غالبا الرد اللي بيجي للناس، والناس ساعتها كان منتشر الجهل برضو، لان انت طول ما انت في هذه المكانة الاجتماعية ممكن نقول، فانت عمرك ما هتكون اصلا قادر انك تخش تعليم. انت هتتعلم حرفة او صنعة وتعلمها لعيالك ولمراتك، لو هي عارفة كمان صنعة تعلمها لبناتها او ولادها، تمام، وتكملوا عليها وتبقى هي دي مهنة العيلة، تمام. الحداد ابنه هيطلع حداد، النجار ابنه هيطلع نجار، الخياطة هيطلع بنتها خياطة، تمام، وكذلك هتفضل الوتيرة مكملة. فلما تفضل عامل كده انت عمرك ما هيكون عندك مجال انك تعترض، لان انت مش فاهم في المجالات، انت مش فاهم في التعليم، انت ما دخلتش تعليم ولا عمرك شفت مدرسة ولا عمرك مسكت فلوس، فانت ما تقدرش تعترض. يوم ما تيجي تعترض على قرار سياسي اخده الرئيس او الملك او الحاكم او whatever، تمام، هيكون ساعتها اول رد بيجي لك هو ان انت مش فاهم، انت ما درستش، انت واحد مش سياسي ولا دارس سياسة ولا ليك حق الاعتراض ولا الكلام، لان دي حاجة مش بتاعتك. غير اصلا ان احنا بنتكلم في وقت القرون الوسطى، تمام، انت ساعتها ما كانش ليك حق ان انت تتكلم اصلا، ما كانش في حاجه اسمها ديمقراطيه، كان كله شغال بالديكتاتوريه، تمام. انت بتتكلم النهارده لو انت طلعت تتكلم وانت متعلم هيتقال لك، وانا بتكلم على اي مكان في العالم مش بتكلم على بلد بالتحديد، هيتقال لك بمنتهى البساطه انت واحد مش دارس سياسه، انت واحد ما اشتغلتش في السياسه بتاعت الدوله دي وزاره عندها انسايدرز او انسايدر انفورميشن، يعني او معلومات سريه مكتومه داخليه، فبناء عليها بياخدوا القرارات. مش لازم كل حاجه تكون قدام عينك ومتخذه بناء على الحاجات اللي واضحه قدامك، فانت مش ليك حق الاعتراض، لان مجرد ان انت تعترض انت بتشكك في نزاهه الدوله بتاعتك او الدوله اللي انت بتعترض عليها، وده في حد ذاته يحتسب جريمه. فهي دي المشكله، ان هو كان بيتشاف ان هو جريمه بدل ما يتشاف ان هو حريه راي وتعبير، وساعتها يتعدل لهم المعلومه بالمعلومه الصحيحه بالمعطيات الصحيحه. يعني حتى لو في معلومات سريه، طب ما انت بعد ما تاخد القرار انت ممكن تطلع تقول لي المعلومات السريه، ما هي خلاص يعني ما بقتش سريه، يعني على راي المثل يا خبر النهارده بفلوس بكره يبقى ببلاش، هو لا النهارده ولا بكره بقى ببلاش. ففي اخر القصه يا جماعه احب اقول لكم بس بمنتهى البساطه ان وقتها كان في قهر كبير قوي على المواطنين العاديين، لان ساعتها فكره ايرون لو اوف ويجز كانت مسيطره جدا، وكان كله بيشتغل بنفس الموضوع ده، وكانوا اقتصاديين كتير جدا بيحفزوا ان الحكام يشتغلوا بالايرون لو اوف ويجز، بحكم ان هي هتوفر عليهم مصاريف للدوله وهتدي من العمال شغل اكتر، وهتوفر عليهم اي شوشره على اي حد ممكن يعترض عليهم. فببلدي كده انت ممكن تعمل كل الاغلاط اللي انت عايزها او اي قرار انت عايزه عشان خاطر تجمع ثروه اكبر من غير ما حد يعترض عليك ولا يقول لك تلت التلاته كام. وبس كده. لو عجبتك الحلقه متنساش تعمل لايك، تشترك في القناه، ولو عايز نتكلم في اي موضوع تاني ابقى اكتب لي في الكومنتات ايه الموضوع اللي انت عايز نتكلم عنه، وان شاء الله هبقى اعمل عنه فيديو. سلام.